معلومة دقيقة في دقيقة أقدم من خلالها لحضراتكم معلومة تثقيفية عن العملة المصرية، نحلق في سماها، نغوص لنستخرج خفاياها. من خلال هذه المعلومة أقدم لكم المشترك. ما هو المشترك؟ المشترك هو وجود اختلاف في بريفكس واحد، أيا كان الاختلاف ده، سواء كان ديزاين، سواء كان توقيع، سواء كان خيوط معدنية، هولوجرامية، متقارب، متباعد، تاريخ. كل دي اختلافات بتحدث في المشترك. المشترك اللي بين ايدينا النهاردة هو مشترك رائع جدا جدا، إن لم يكن الأروع في هذه الفئة على الإطلاق، نظرا لعدة المشتركات الموجودة فيه، وهو مشترك مركب. المشترك دون فيه 194 توقيع إسماعيل حسن محمد ومحمود أبو العيون. فيه 194 ده تغير فيه التوقيع طبعا، زي ما هنشوف كده اتغير فيه التوقيع. إسماعيل حسن محمد ومحمود أبو العيون اتغير فيه شكل الديزاين. أضيفت إليه الخيط الهولوجرامي كأول مرة يحدث الخيط الهولوجرامي في هذه الفئة. اتغير فيه التاريخ ومكان التاريخ، يبقى اتغير فيه 194 دون حاجات كتير جدا جدا. شوفوا هنا في المسجد، مسجد قايتباي. هنا تحت مفيش المسجد. شوف طبعا ال10 جنيهات هنا وال10 جنيهات هنا. الجديد في العلامة المائية بالمناسبة هي نفس العلامة المائية، ولكن تغير الشكل بتاعها مع تغير الديزاين. طبعا المسجد ده صورة من بره، ودي صورة من داخل المسجد. تغير فيه كمان مكان المسجد من داخل ومن الخارج، تغيرات جامدة جدا. 10 جنيه فيها 194 دي فيها مشترك مركب. المشترك البسيط بيكون في حاجة واحدة بس، المشترك المركب بيكون زي ما احنا شايفين كده في كذا حاجة في الفئة الواحدة. دي المعلومة اللي أنا حبيت أضيفها لحضراتكم النهاردة. أرجو أكون أضفت المعلومة بطريقة مبسطة وسهلة، وأضفت جديد إلى معلوماتكم. إلى فيديو آخر إن شاء الله عن العملة وأسرارها، سواء كان بنكنوت أو عملة مساعدة أو عملة فضية أو جميع أنواع العملة. شكرا لحضراتكم حسن متابعتكم. إلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.